ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشة جاية اتكلم معاكم عن الادفانس تكنيك من ايفون اللوز كنترول، او المتحكم في فقدان الشعر، او اللي هو ادفانس تكنيكس السبراي اللي ما بيتشطفش للعناية بالشعر المتساقط بمركب بيوتين كافيين زي ما هم كاتبين عنه على الكتالوج او في الكتالوج يعني. ده شكل العبوة تمام من جوه اهي، ده شكلها من جوه، دي العبوة اهي كده تمام ماشي. وهنا ده كده زي الغطا بتاعها، حاجة بتقفلها، انا مش عارفة افتحها لانه جامد جدا، معلش. اوكي، هنا اهي كده بترشي بدوت على المناطق اللي هي محتاجة للتساقط او على شعرك عامة وفروة راسك. اوكي، هايل بصراحة، روعة روعة يا جماعة. خلى شعري رجع تاني، اللي كان فقده رجع تاني، واستعدت قوة وجمال شعري فترة، مش هنكر تمام. بس بعد كده لما بطلت استعمله، يعني بعد فترة من ان انا مبطلة استعمله، بدأ شعري تاني يرجع لايه، اللي ابوه عند اخوه تمام. فهو في ميزة حلوة، طول ما انت بتستعمليه بيقعد معاكي حلو قوي قوي قوي، وبعدها بشوية تمام بعد كده بيرجع الشعر تاني. بقى اقول لكم على حاجة، يعني ممكن ايه العوامل الجوية اللي موجودة حوالينا، الحياة عامة، الاجهاد النفسي، وخاصة انا يعني انا ارجع تساقط شعري للاجهاد النفسي اللي هو ايه على طول، او الضغوطات اللي انا محطوطة فيها. انتوا عارفين بقى انا مدرسة، فمهنة التدريس دي مهنة يعني مش سهلة تمام. انت بتبقي واقفة قدام جمهور اللي هم الطلبة، جمهورك من الطلبة يعني. فبيحصل لي زي ما تقولوا كده ايه ضغط طبعا نفسي، تتحكمي في اعصابك، تتحكمي في نفسك. غير كمان الضغط النفسي، هو الواحد نازل الصبح تمام يجري علشان يلحق دفتر الامضاء، الحق امضي لو عندي حصة اولى. طبعا كلنا معرضين للحاجات دي في حياتنا يعني عامة. فالتساقط انا اعتقد ان هو بيحصل لي نتيجة لكده ماشي. قبل كده كان بيحصل لي تساقط لان كنت باخد ادوية، طبعا كنت باخد الحقن بتاعت الميزوتريكسات، بطلتها الحمد لله دلوقتي. بس ما كنتش بستخدم بقى دوت، يعني ما كنتش جبته يعني، الحمد لله ما كنتش ساعتها، كنت بستخدم حاجات تانية يعني. بس عامة الحمد لله ده بصراحة انصحكم بيه جدا. هو نازل معانا الشهر ده، نازل ب149 ومش خسارة فيه، هو هايل. يعني هو فعلا بيتحكم في تساقط الشعر وبيساعد على تقوية الشعر. بصراحة حاجة من احسن الحاجات، وانا هجيبه تاني يعني، مصدقت ان هو نزل وهبعت اجيبه. حلو جدا يا جماعة، بصراحة في منتهى الجمال. ده انطباعي عنه، ده الريفيو عن المنتج ورأيي فيه. ويا رب يعني ايه تستعملوه ويعجبكم، ويا رب اللي استعملوه يقولوا لنا رأيهم كده في الكومنتات وانطباعاتهم عنه. احنا بنتبادل الرأي مع بعض يعني، شوف الحاجة ايه نفعت مع دي ونفعت مع دي ازاي وكده. بس واقول لكم سلام، ويا رب دايما بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، تعملوا له لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة. سلام يا حلوين، ويا رب دايما فاكريني من دعائكم.